الله عز وجل به، ولم يحملني شططا في أن أخوض غماره قط. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وعليه الصلاة والسلام: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك مما طلعت عليه الشمس أو غربت. هذه المشكلة الأخرى تحتاج إلى علاج. ما العلاج؟ ندع الحكام جانبا، ونحن نعلم أنهم شرائح من هذه الأمة، لم ينزلوا من مريخ ولم يظهروا لنا من عالم آخر. وكما أن هذه الأمة مزيج وخليط من مسلمين متفاوتين في الدرجات والقرب، فهم أيضا كذلك. وإذا كنت أنا داعيا إلى الله فمهمتي أن لا أدخر وسع في النصح لله عز وجل، أتجه به إلى عامة الناس وشتى فئاتهم وقادة الأمة وحكامها، أتجه إليهم بالنصح مضمخا بالحب، مضمخا بالثقة، منطلقا من الغيرة عليهم والحب لهم. هذا هو العلاج. المشكلة الأخرى هي مزج العمل الإسلامي والدعوة الإسلامية بالعمل السياسي. هذا المزج أفسد ويفسد العمل الإسلامي إفسادا ذريعا. وأحب أن أقول لكم أيها الإخوة أنني أول من أقر وقد كتبت في بيان أن الإسلام دين ودولة، بل إن ثمرة الإسلام إنما تتجلى في المجتمع الإسلامي الذي ترعاه الدولة، ولكن التطبيق الإسلامي إنما يتم من خلال مرقات سلم نصعد عليه درجة فدرجة. السياسة طاقة تنفيذية تحتاج إلى كثير من المرونة وكلمات أخرى لا أريد أن أستعملها. أما الدعوة إلى الله عز وجل فتأسيس فكر وإلهاب وجدان بحب ورهبة وخشية، أولهما هو المفتاح إلى الثاني. الإسلام علمنا أن نسير في طريق الاختصاص. هنالك من تجردوا للعمل السياسي فدخلوا غماره وتمرسوا به، ندعهم وما اختاروه لأنفسهم، ونسأل الله لهم العون، ونسأل الله لهم الرعاية والحماية، ولا ندخر وسعا في تذكيرهم والنصح لهم. أما أنت يا من شرفك الله بتعلم الإسلام وبث الفكر والحقيقة الإسلامية في طوايا القلوب، دع هؤلاء الناس، دع الكراسي، دع متاهات السياسة ومنعرجاتها، دعها لمن نسأل الله لهم العون. وأنر طوايا القلوب بشعلة الإيمان، أنر طوايا القلوب بحب الله سبحانه وتعالى. فوالله إن نجحت في إدخال شعلة الإيمان في قلوب هؤلاء الشباب بعد تثبيته يقينا في عقولهم، فإنهم سيكونون خير سياج لسياسة راشدة. أما إن عجزت عن أن أدعو إلى الله فيما بينهم وأن أدخل شعلة الإسلام في قلوبهم بعد عقولهم إقناعا، فوالله أنا أعجز من أن أفيد الإسلام عن طريق سياسة لست أهلا له. وماذا جنى أولئك الذين جربوا فساروا في هذه المتاهات؟ ماذا جنوا؟ كانوا فئة واحدة تحولوا اليوم إلى فئات، كانوا يرفعون شعارا واحدا وإذا هم اليوم منتشرون هنا وهناك، يطيل كل لسانه في حق الفريق الثاني.
أو ربما يتقون الله في الغيبة فلا يغتاب منهم مسلم أخا مسلما، وإذا هم اليوم لا يقتاتون إلا على الغيبة. ترى لو أنهم ساروا في هذا الطريق تحت مظلة ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، ترى لو أنهم ساروا في هذا الطريق وحصروا نفسهم في هذا المضمار أكانوا يفوتون على أنفسهم وحدة شرفهم الله بها؟ أكانوا يضيعون في متاهات هم اليوم نادمون على أن زجوا بها؟ لا، لم يكن شيء من هذا ليقع قط. هذه هي المشكلة الأخرى وهذا هو علاجه. إلى هنا تحدث الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي عن حل المشكلات الجزئية، غير أنه ختم محاضرته بالكشف عن المشكلة الكلية أو العامة، وهي الافتقاد إلى الإخلاص إلى الله تعالى والابتعاد عن الحقيقة المطلقة الوحيدة، مؤكدا أنه إذا تحلى المسلمون بالإخلاص فستختفي كل المشكلات الجزئية التي تفرقهم. المشكلة الكبرى أيها الإخوة هي أننا على ما يبدو نفقد الإخلاص لدين الله عز وجل، نفقد القلب الذي طهر من الشوائب والأدران وفاض إيمانا بالله عز وجل، حبا له وإعظاما له وخوفا منه. نفقد هذا الإيمان الذي لا بد أن يوصلنا إلى تصور نهاية سنودع فيه الحياة وندخل فيها عالم البرزخ ونقف لا بد بين يدي الله سبحانه وتعالى، وقد خلعنا أردية أهوائنا وشهواتنا وتخلت عنا عصبياتنا ورآستنا وكل ما كنا نعتز به في دار الدنيا، ومثلنا أمام الله سبحانه وتعالى وليس أمامنا إلا الكتاب الذي يحصي علينا ما سلف. لو أننا ملأنا قلوبنا بهذه الحقيقة لطردت من أفئدتنا سائر المشاعر الأخرى ولأخلصنا لله عز وجل. وعندما يتحقق معنى الإخلاص لدين الله سبحانه وتعالى فإن كل هذه المشكلات الجزئية تحل. لا يمكن أبدا أن أزهى بإبداع جماعة جديدة أبدا. لقد قال لي منذ أيام في دمشق بعض الشباب، قال لي بحماس: لماذا لا توجد جماعة جديدة تصلح الفساد وتعيد المخطئين إلى جادة الرشد؟ قلت: لو وقعت في هذه المتاهة لرجعت إلى أرذل العمر وأنا في هذا السن. قيمة عملي، التاج الذي أريد أن أرقى الله به إذا رحلت عن هذه الدنيا، أن هدفي الوحيد أن يجتمع نثار المسلمين وأن تجتمع فئاتهم تحت جماعة واحدة. من أنا؟ هل أنافس دين الله عز وجل فأضع جماعة جديدة أمام الجماعة الإسلامية الكبرى؟ مهمتي أن أدعو شتات الناس إلى الدخول تحت مظلة هذه الجماعة. لو أخلصنا لله لفهمنا هذا الفهم، لو أخلصنا لله لتركنا الحكام جانبا ودعونا الله لهم في سجودنا وبذلنا لهم النصح من منطلق قلب محب واجف. لو أخلصنا لله سبحانه وتعالى لما تركنا أفئدتنا تقسو في متاهات السياسة وخضمها وما إليها. نحن ندعو الله، نشفق على أولئك الذين شاءت الأقدار أن يتخصصوا في هذا الطريق، وتركنا الله عز وجل لعمل آخر سيجتمع سداه ولحمته فيما بعد إن شاء الله تعالى. الإخلاص ينبه
المسلم إلى الابتعاد عن هذا الأمر. لو أخلصنا لله جميعا لتحاورنا من مستوى الحب، ولأغضى كل منا الطرف عن اجتهادات جزئية، وتركنا الأغصان نرعاها كما يشاء، ويتشبث كل منها بغصن كما يريد ما دامت اجتهادية، ولكن على أساس أن لا نفرط بالجذور. والإخلاص ما الحيلة في إدخاله إلى القلب؟ قال العلماء الربانيون: الإخلاص سر يهبه الله عز وجل لمن أحب من عباده. وأنا أسأل الله عز وجل ضارعا أن يهبنا جميعا هذا السر. أسأل الله عز وجل ضارعا أن يطهر قلوبنا، وأنا أول واحد أحوج ما أكون إلى هذا الدعاء، أن يطهر قلوبنا من شوائب أهوائنا وعصبياتنا، وأن يملأها بحبه والإخلاص له. إذا تحل مشاكلنا جميعا، وإذا يجتمع أمر هذه الأمة على خير وئام. مشاهدينا الكرام، ملتقانا الحلقة المقبلة إن شاء الله في عدد جديد وإطلالة فكرية متجددة. في أمان الله وإلى الملتقى.